ماشي. انا مش مع حضرتك. انا في الجماعه المفروض انا عندي حدث، المفروض اخطط للحدث ده، اشوف الرؤيه ايه اللي نوصل لها. مش هسيب الاصل وارجع للفرع. ده اللي كان كلامي. سجل يا روح. مرحبا بكم مشاهدينا من قلب ميدان التحرير حيث جمعة الغضب الثالثة أو جمعة الانتصار. نزلنا إلى قلب الميدان لنجري العديد من اللقاءات من الرموز البارزة للثورة المصرية وأيضا المهتمين بالثورة المصرية. ويسعدنا ويشرفنا أن يكون معنا الدكتور محمد غنيم. برحب بحضرتك يا فندم على شاشة قناة التلفزيون. رأي حضرتك يا فندم في البيان اللي صدر بالأمس من قبل الدكتور محمد مرسي وأيضا الإعلام المصري؟ بشكل عام هذا الإعلان يعلن انتهاء الثورة. يفضي كل ما قام به الشباب، كل ما قدم استخدام الدماء، ويحدد هذا الدور المرحلة الثانية من الثورة والموقع الثانية من الثورة. هذا البيان يتضمن اشياء غايه في الغرابه وغير مسبوقه في تاريخ القضاء المصري. الرئيس مرسي ولاه السلطه التشريعيه والتنفيذيه. هذا البيان يتغول على السلطه القضائيه ايضا باصدار تشريعات ليست للمستقبل بل تاثر الراي المنصور عنده أكبر مصر يحط كده في الدولة وعلى الشعب المصري كل طوائفه أن ينتفض من أجل اتباع الحرية، الخبز، العيش، كرم الإنسان. كيف نحقق أهداف الثورة دكتور محمد في الظروف التي تعيشها في الوقت الراهن؟ أول حاجة في الإمكانيات، في اعتصامات، وقد يستلزم الأمر في وقت لاحق لشيء مدرسي. اسم حضرتك حمد من جهة الدكتور محمد غنيم كان معانا على شاشة قناة أون. أيضا المزيد من اللقاءات سنشهدها مشاهدينا الكرام بعد قليل الجمعة. نور يا دكتور والله. زي ما عمل دكتور تعال يا باشا. دكتور محمد لو الاخوان ما استجابوش ما لسه مسجله معايا مع بعض. واحده حلوه انا اسجل معاها واحده حلوه. بس ايه اللي يلا هسجل مع الخنزور ما ينفعش. لو ما تمش الاستجابه للمطالب دي يا فندم ايه اللي هيحصل؟ بقول لك في مراحل. دلوقتي المشكله ان بلد اتقسمت. التيار المصري انقسم الى تيارين. فانت هذه هي المعركه الاخيره للثوره المصريه. هذه الوحيده الاخرانيه. يا تكسب يا اما خلاص تقوم الدوله الدينيه الفاشيه. الو